بعد اصدار سوني لتحديث 4.89 ناس كتير مش عايزه تعمل ابديت، بس في نفس الوقت عايزه تلعب اونلاين. هل ممكن العب اونلاين او اخش على الستور او ما اعملش ابديت اصلا واشغل النت عادي على اصدار 4.88؟ ينفع. عايز تعرف ازاي؟ انزل اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ اخباركم عاملين يا رب بخير دايما. معاكم اسلام فايد في فيديو جديد. قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو، انا بشكركم جدا، بشكر كل الناس اللي انا طلبت منها تسيب رايها في التصميمات الجديده، في الانترو الجديد، في اللوجو الجديد، وفعلا في ناس كتير جدا سابت لي رايها. بشكركم جدا. ولو انت لسه ما سبتليش رايك، سيب لي رايك وقول لي رايك. التصميمات الجديده كويسه، الانترو الجديده كويسه، اللوجو كويس، ولا في اي تفاصيل انتوا حابين تضيفوها؟ نفكر ونضيفها مع بعض. خلاص يا عم اسلام، انت الانترو بتاعتك حلو واللوجو بتاعك حلو والتصميمات بتاعتك حلوه. ايه الجديد؟ انا عايز اعرف دلوقتي. انا ممكن فعلا العب اونلاين او اخش على المتجر او الغي الرساله بتاعت ابديت دي؟ ينفع ان شاء الله، وهو ده اللي هنشرحه النهارده. بس لو انت بقى عملت ابديت للجهاز بتاعك، استنى الفيديو الجاي، لان الفيديو الجاي هيبقى فيديو التعديل ان شاء الله، ازاي تعدل الجهاز بتاعك. كان في تعديله نزلت اليومين اللي فاتوا، بس يعني كان فيها بعض المشاكل من نفس المطور اللي هو المطور الروسي، بس كان فيها بعض المشاكل وما كانتش مستقره بنسبه كبيره، عشان كده ما عملتش فيديو عنها. فهو نزل تحديث او نزل سوفت معدل جديد عشان خاطر يعدل المشاكل اللي كانت موجوده في الفيرجن اللي فات. فان شاء الله انا هعمل فيديو مخصص للموضوع ده كله، وان شاء الله لما ينزل برضو التعديله بتاعت بي اس 3 اكس وولت هعمل فيديو ليها برضو ان شاء الله بيشرح التعديله من البدايه للنهايه. فلو انت حدثت الجهاز بتاعك، استنى الفيديو الجاي. بس لو انت بقى ما حدثتش الجهاز بتاعك وعايز تفضل تستمتع باللعب الاونلاين، وعايز في نفس الوقت تخش على المتجر، وعايز تلعب كل الالعاب بتاعتك القديمه وتخش على المالتي مان، ويبقى عندك الويب مان وكل البرامج اللي كانت بتشتغل على اصدار 4.88، كل ده هتستفاد بيه النهارده بملف بسيط هتلاقيه في الديسكربشن، تعمله داونلود ونحطه على الفلاشه، وبعد كده نحطه على جهاز البلاي ستيشن. طيب تعالى اوريكم على الفلاشه هتعملوا ايه، وبعد كده نشوف على جهاز البلاي ستيشن. دلوقتي هنوصل الفلاشه في جهاز الكمبيوتر بتاعنا ونتاكد من نظام فورمات الفلاشه. لازم الفلاشه تبقى على نظام فات 32. طب هنعرف ازاي؟ هنخش في اليو اس بي، هندوس عليها كليك يمين وندوس على بروبرتيز، ونيجي هنا نشوف الفايل سيستم، هنا يبقى فات 32. طب انا دلوقتي يا عم اسلام الفورمات عندي لقيته ان تي اف اس او لقيته اي اكس فات، انا ممكن يعني افرمطها بسهوله عادي يعني. يا عم كل اللي عليك ان انت هتدوس على الفلاشه كليك يمين وتدوس على فورمات، وبعد كده تختار من فايل سيستم فات 32، بعد كده تدوس على ستارت، هيعمل فورمات للفلاشه. طب انا دلوقتي عملت فورمات، الموضوع طلع سهل قوي. هنزل الملف ازاي؟ هتاخد الملف مساحته بسيطه 2 كيلو بايت، وهتحطه على الفلاشه بتاعتك كليك يمين بيست. يعني هتاخد الملف ده كوبي، هتلاقيه في الديسكربشن، هتنزله، وبعد ما تنزله تفك الضغط بتاعه. فرضا نزلته وما ظهرلكش بالشكل ده كده، هيبقى عايز يفك الضغط، عايز تفك الضغط بتاعه ازاي؟ دوس على كليك يمين وتدوس اكستراكت هير، هيفك الضغط بتاعه. طب تعالى اشرح لكم برده بالتفصيل. يعني احنا دلوقتي هندوس اديت، هنضغطه، هو هيظهر لك بالشكل ده كده. بعد كده تدوس على كليك يمين وتدوس اكستراكت هير، وبعد كده تقول له يس. هو اصلا عشان موجود عندي جاب لك الرساله دي، بس لو مش موجود عندك هيظهر لك بقى بالشكل ده كده. طب انا دوست كليك يمين وما ظهرليش الحاجات دي، يعني هعمل ايه؟ في برنامج هتلاقيه برده اللينك بتاعه في الديسكربشن، الوين رير، هتنزله وهتفك الضغط بتاع الملف بكل سهوله وبكل بساطه. طب انا دلوقتي خدت الملف وحطيته على الفلاشه، هعمل ايه؟ تاخد الفلاشه نركبها في جهاز البلاي ستيشن ونشوف بقيه الخطوات هناك. احنا دلوقتي شغلنا الجهاز. ايه المطلوب؟ لازم يكون الجهاز بتاعك متعدل على سوفت وير 4.88 وعليه هن وعليه مالتي مان. لو ما عندكش الحاجات دي، الطريقه دي مش شغاله معاك، والجهاز بتاعك لازم تعمل له ابديت. يعني الطريقه دي للناس اللي عايزه تستفاد بالالعاب زي ما هي، والمكتبات زي ما هي، والهن زي ما هو، وكل حاجه زي ما هي، وفي نفس الوقت تلعب اونلاين على الاصدار 4.88. تعالوا بينا نروح نشوف الاصدار بتاعنا. هنروح في سيستم سيتنج، خش ننزل تحت انفورميشن عشان نتاكد من النظام 4.88 الفيرجن زي ما انتم شايفين. نرجع ورا ونروح كده نحاول نخش على الستور، ننزل ندوس بلاي ستيشن ستور، ندخل الباسورد والايميل بتوعنا، بعد كده ننزل ندوس ساين ان اوتوماتيكلي، وبعد كده ساين ان تحت. بيقول لك ان هو محتاج ابديت، بيقول لك ما ينفعش يشتغل غير لما لازم تعمل ابديت للسوفت وير. طب انا دلوقتي بقى عايز اشيل الرساله دي، مش عايز الرساله دي تبقى موجوده، واخش العب اونلاين او اخش على الستور براحتي. هقول لك دلوقتي هتعمل ايه. هتروح تفعل الهين بتاعك، لازم يكون عندك هنا شباب زي ما انا ما شرحت ومالتي مان، علشان الناس اللي هتسالني تقول لي انا دلوقتي ما عنديش الطريقه دي هتشتغل معايا. الطريقه دي لو عندك هين وعندك مالتي مان،
دلوقتي بيقول لك البراوزر هيتقفل، هتقول له يس، تنزل تحت خالص هتفعل المالتي مان. دلوقتي المالتي مان فتح زي ما انتم شايفين، بس هو فتح عندك ممكن ما يجيش الرساله الشاشه دي، يعني ممكن تيجي شاشه ثانيه اللي هي دي، اللي هي جيمز، اللي هي الشاشه اللي انت شايفها قدامك دي كده. طب انا دلوقتي اجيب الشاشه الثانيه دي ازاي؟ هتروح للاخر، هتمشي بالسهم للاخر، بعد كده تدوس على فايل مانجر اكس، هيفتح لك الشاشه اللي انت شايفها قدامك دي، بس ممكن تلاقيها فتحت وفاضيه زي ما هي كده، مفيش اي حاجه. افتح بقى الصفحات ازاي؟ هتيجي هنا تدوس على بي اس 3 روت، دبل كليك، دبل كليك يعني دبل اكس، الاكس بتدوس عليه دوستين بسرعه بيفتح معاك زي ما انت مش شايف الصفحه دي كده. هتكون مركب الفلاشه بتاعتك، الفلاشه بتاعتك هتظهر تحت دي ديف اندرسكول يو اس بي 3.0 جنب بعض، ده كده اليو اس بي بتاعك مكتوب يو اس بي. الهارد فوق اسمه اتش دي دي 0، احنا هناخد من اليو اس بي ل اتش دي دي 0، تمام؟ فاحنا هنخش في اليو اس بي وناخد الملف بتاعنا اللي هو التكست ده تي اكس تي، وناخده كوبي. ازاي بقى؟ هتدوس دايره، بعد ما تدوس دايره يعني هتعلم على الملف الاول ازاي. هتيجي هنا تقف عليه كده زي ما انت ما شايف وتدوس اكس، بعد كده تدوس دايره او تدوس دايره مباشره، بعد كده تدوس اكس تاخده كوبي، انت كده خدته كوبي، خدت نسخه منه. بعد كده هتيجي هنا تدوس على بي اس 3 روت تاني، وتيجي هنا في الاتش دي دي 0، هتخش في اتش دي دي 0 وتيجي هنا فوق عند الثلاث نقط دي وتدوس دايره وتدوس اكس بيست، بعد كده هنا تقول له يس. هو كده نقل الملف ده وحطه على الهارد بتاع جهاز البلاي ستيشن. الفلاشه كده ما عادش ليها اي لازمه، ما كنتش هتستفاد بيها في اي حاجه يعني في الشرح بتاعنا النهارده. دلوقتي انت نقلت الملف، هتراستر الجهاز، هتعمل شات داون او تراستر الجهاز وتشغله مره ثانيه. تعالوا بينا نطفي الجهاز. دلوقتي بعد الجهاز ما اشتغل كده، انت نزلت الملف اللي احنا قلنا له يقرا ان احنا عملنا ابديت للسوفت وير علشان خاطر ما يطلبش مننا ابديت. بس نقطه مهمه جدا، انا دلوقتي علشان الملف ده يشتغل لازم تكون مفعل الهين. لو الهين مش متفعل عندك الملف ده مش هيشتغل. ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو رحت للستور ودوست ساين ان عشان اسجل الدخول عادي، نزلت دوست ساين ان، يعني الملف محطوط، بيقول لك ان انت لازم تعمل ابديت. لا هو احنا كده مش بضحك عليكم او كده في حاجه، يعني ايه اللي انت، ما هو كده نفس الرساله. الرساله دي عشان ما فعلناش الهن، لازم تفعل الهن عشان الرساله دي ما تجيش. هنعمل ايه؟ هنرجع ورا ونيجي هنا نعمل اكتيفيت للهن لحد ما يجيب لك رساله يس او نو. جاب لك يس او نو، هتقول له يس، هتدوس ان هو يقفل المتصفح. بعد كده بقى هتروح علشان تشوف الستور، هتيجي هنا وتدخل الباسورد بتاعك تاني، تنزل ساين ان اوتوماتيكلي وتدوس ساين ان. المفروض كده مش هيجيب لك الرساله. دلوقتي زي انت مش شايف بيقول لك ساين ان بليز ويت، ودلوقتي بيقول لك ما طلبش منك الرساله بتاعت الابديت، وبيقول لك ان انت لازم تعمل اكتيفيت للحساب بتاعك خطوتين، تسجيل بخطوتين عشان يشتغل. انا دلوقتي يا سولوم عملت ابديت اصلا للجهاز بتاعي، والجهاز بتاعي اصدار 4.89. يعني انا دلوقتي ايه اعمل ايه؟ طيب انا المفروض ما كنتش اعمل ابديت. اصبر، الفيديو الجاي هيبقى فيديو خاص بالتعديله، ازاي تعدل الجهاز بتاعك على اصدار 4.89 من البدايه لحد ما تنزل الهن وكل حاجه تشتغل معاك. بس طبعا مش كل البرامج هتشتغل معاك، لان لسه في برامج كتير ما نزلتش اصلا على الهن، يعني على اصدار 4.89 في برامج كتير لسه ما نزلش الاصدارات الجديده بتاعتها. فانت لو على اصدار 4.88 ما تحدثش، خليك زي ما انت دلوقتي. الفيديو الجاي هيبقى للناس اللي على اصدار 4.89. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك للقناه، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، لان انت لو ما فعلتش الجرس مفيش اي اشعار للفيديوهات هيوصلك، لازم تفعل الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.